طبعا عايز اقول لكم انا في السوبر ماركت الالماني دلوقتي حاليا بدات اللحوم الحلال تنتشر بشكل كبير جدا، اذا كان من فراخ او لحمه بقري. شوف مكتوب حلال من شركه صفا، طبعا ديت شركه ممكن تكون تركيه 100%، ومكتوب على طبعا على اللحمه بالعربي حلال وبالانجليزي حلال، علشان خاطر المغتربين اللي ما بيفهموش عربي اصلا والمهاجرين يقدروا يشتروها هم مطمنين. فما شاء الله 800 جرام عاملين 9 يورو. شوفوا قد ايه بقى يراعوا ظروف المهاجرين المسلمين هنا، وبينزلوا لهم لحوم وكمان فراخ حلال. شوفوا لحد هنا هتلاقي جنيحه فراخ ما شاء الله، جنيحه متنضفه وما فيهاش ولا شعرايه، عكس ما بشتريها من السوبر ماركت التركي بحس ان فيها شعر، او انا اللي لازم انضف الريش او حاجه زي كده. هنا هتلاقي كل حاجه بقى يراعوا ظروف ما شاء الله المسلمين اللي هنا اللي عايزين يشتروا لحوم حلال. هتلاقوا حاجات كتير جدا، وكمان هنلاقي لحم بقري في نفس الوقت. هنا القسم بتاع الحلال كله، اذا كان لحم بقري زي ما انتم شايفين كده، لحم بقري مكتوب فوق حلال اهو، وفي نفس الوقت هتلاقي الصدور والدبابيس كل حاجه. ده قسم اللحوم الحلال 100%.